صفقات الأهلي الجديدة: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، جليديشار، الساعي. كل دي صفقات الاهلي عاملها، هو ناوي يقفل القاره ولا ايه؟ عندهم فلوس يا رضا، ما يجيبوش صفقات ليه؟ مش زي نادي الزمالك عليه ديون. بس لازم نادي الزمالك يعمل صفقات، مش شرط تكون كبيره عشان يعرف يكمل الموسم على خير. صفقات زي مين كده يا رضا؟ انا شايف تجيبوا احمد القندوسي من سيراميكا، ووليد الكارتي من بيراميدز، ومحمد شريف، وسامع ان اللاعب بلاتي توريه مش هتجدد عقده مع بيراميدز، نجيبه، ده لاعب كويس وقوي في نص الملعب. احنا عارفين نجدد لزيزو والباقي اللعيبه يا رضا عشان نجيب اجانب تاني، ما انت عارف اللي فيه. وبعدين لو هنجيب لازم نمشي بعض اللاعبين. لو هتمشي الافضل تمشي اللعيبه اللي مستواها نازل واللعيبه الكبيره في السن، زي مثلا عبد الله السعيد، لان الاصابه الاخيره شكلها هتطول معاه، وبعدين هو 40 سنه، ولو هيلعب ربع ساعه نص ساعه بالكتير. لو كان حارس مرمى كنت قلت لك ماشي. ازاي وعبد الله السعيد هو اللي كان شايل الفرقه في الفتره اللي فاتت قبل الاصابه؟ وبعدين احنا في مشكله مع زيزو مش عايز يجدد الا ب 100 مليون جنيه، وهو حر في قراره. طب سيبك من عبد الله السعيد دلوقتي وسيبك من زيزو، مين اللي جاب مش لاك ده ولا مش لاك؟ تجيب لعيب تديه 40 مليون جنيه وفي اخر النادي ما استفادش منه بنص جنيه؟ الصفقات الأجنبية دي يا رضا مش مضمونة، ممكن تتأقلم ممكن مش تتأقلم. وبعدين احنا هنروح بعيد فين؟ ما الأهلي ياما جاب رونو سافيو، جاب موديستو، جاب باجي، ومفيش لاعب فيهم عارف يتأقلم أو عارف يقدم مستوى كويس، وفي الآخر مش. المفروض لو هتجيب لعيب تدفع فيه بالدولار لازم يحقق النادي نتائج كويسة، حتى لو هتجيب لاعب مصري هتدفع فيه بالجنيه المصري لازم برضه يحقق نتائج مع النادي. ازاي يعني يا كابتن رضا؟ يعني زيزو مثلا طالب 100 مليون جنيه، ولو قلنا الزمالك هيجدد له مثلا على 25 مليون جنيه، تحط بند في العقد ان في حالة اللاعب حصل على بطولة افريقيا وبطولة الدوري ياخد ال 25 مليون جنيه كاملين، اما لو اللاعب لم يحقق اي شيء مع النادي ياخد 10% بس من العقد. بس مفيش نادي في الدنيا بيعمل الكلام ده يا رضا، وبعدين محدش هيقبل بالكلام ده نهائي، ولا حد هيجي الزمالك. ان شاء الله ما حد جه يا كابتن حسين، انت تلعب بالناشئين افضل من انك تصرف فلوس على لعيبه بتيجي على الفاضي، ولا بيعرفوا يباصوا ولا بيعرفوا يعملوا عرضيات، وتلاقي في الاخر يقول لك عايز 100 مليون، تاني يقول لك عايز 2 مليون دولار، وناقص يقول لك بيع النادي. لو لاعب مش هيقبل بشروط النادي تضع ناشئين افضل، ووفر الفلوس سدد بيها الديون اللي على النادي. كلامك صح يا رضا، المفروض العقود تتربط بالبطولات، اللاعب لو حقق البطولة ياخد مبلغ العقد كامل، ما حققش البطولة ياخد ربع المبلغ الموجود في العقد، وده قرار سليم.